3 من نجوم المنتخب السعودي زاروا مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية في عدن ليكون بانتظارهم أيتاما ألبسونهم عقود الفل وروعة الإخاء وعشق المحبة. محمد الشلهوب ويحيى الشهري ومحمد الزيلعي كانوا في مهمة إنسانية لزرع ابتسامة في وجه الأيتام بتكريمهم في لفتة تكشف المهمة الإنسانية لنجوم الكرة السعودية. بالنسبة للزيارة هذه واجبة علينا، وإحنا يعني من الواجب والإنسانية أن نقوم بها العمل. الحمد لله إن شاء الله أنه ما نقصر من الناحية هذه، وكل التوفيق إن شاء الله لإخواننا الأيتام. واجب علينا زيارتهم والوقوف معهم في الجانب الإنساني، وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في حياتهم المستقبلية إن شاء الله. طبعا هذا حق واجب علينا يعني ولا منا، وبالعكس تشرفنا اليوم حضورنا لمؤسسة شوكاني لرعاية الأيتام، وهذا حق واجب، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع يا رب إن شاء الله. الأيتام الذين احتفوا وأطربوا وهتفوا بالقصائد غمرتهم الفرحة بالزيارة ونالهم الرضا، لتكون أمنياتهم فوز الأخضر بالكأس في خليج 20. شعورنا اليوم فرحة وسرور وسعادة يعني وهنا ولذة، طابة وفرحة بضيوفنا أحبنا وأصدقائنا اللاعبين. كانوا في مهمة إنسانية نبيلة، وتلك عادة النجوم الذين يؤمنون بمسؤوليتهم الاجتماعية. جلال الشرعبي، صدى خليج 20، عدن.